هاي يا جيرلز، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده هنعمل مقارنة سريعة جدا بين البرفيوم الاوريجينال والبرفيوم الاوتليت. مقارنة سريعة يا جماعة. انا معايا النهارده نوع اللي هو الخمرة، برفيوم خمرة. تمام. معايا منه اللي على اليمين ده اوريجينال واللي على الشمال ده اوتليت. تمام. طبعا زي ما احنا عارفين ان الاوتليت سعره برضو حتى كمان غالي، وممكن في ناس تبيع لك الاوتليت على انه اوريجينال. تمام. فخلوا بالكم بقى يا جماعه من النقطه دي. انا معايا هنا الاتنين اهو، اللي على اليمين دي الاوريجينال واللي على الشمال دي الاوتليت. هقول لكم الفرق بينهم من بره ومن جوه، والمقارنه دي بقى اعتمدوها على اي برفيوم تاني. تمام. اولا بالنسبه للبرفيوم الاوريجينال يا جماعه، بصوا من جوه. من جوه البامب فيها خط كده، اللي هي الاوريجينال فيها خط كده ذهبي. تمام. اللي هو البامب. تمام. هوريها لكم تاني دلوقتي، معلش. بصوا، الاوريجينال فيها خط كده ذهبي من عند البامب، اما الاوتليت مفيش فيها. شايفين؟ لكن شكل الزجاجة واحد. تمام. بالنسبة للاوريجينال لونها بني عسلي، بني بني. تمام. اما الاوتليت لونها بني محمر، بني على اورنج شوية. تمام. ده بالنسبة للاختلافات بين الاتنين والشكل وكده من بره. نيجي بقى للمضمون، نيجي بقى لريحة العطر من جوه ذات نفسه. بالنسبة لريحة البرفيوم هما الاتنين نفس الريحة. تمام. مش دي مفيش فيها خلاف، الاتنين نفس الريحة بالظبط، مفيش فيها اي اختلاف. لكن الاختلاف يا جماعة تركيز الاوتليت ضعيف جدا بالنسبة للاوريجينال. يعني لو الاوريجينال تركيز 100%، في الاوتليت 10%. انتوا شايفين الفرق؟ بالنسبة برضو للثبات، فالاوريجينال ثباته اعلى بكتير جدا جدا من الاوتليت. تمام. يعني بصراحة يا جماعة، رشة من هنا من الاوريجينال ب10 رشات من الاوتليت. تمام كده، يا ريت تكون واضحة. طبعا المقارنة دي اعتمدوها على كل انواع البرفانات الاوتليت، وفي ناس على فكرة بتسوق لها على انها اوريجينال وكده. طبعا ما بيبقاش نفس الثبات ولا نفس الفواحان، ولا نفس التركيز. تمام كده. وسعرها غالي. فانا حبيت بس اوضح الفرق بين الاصلي والاوتليت عشان تخلوا بالكم، لان يعتبر من بره شايفين مفيش اختلاف كبير، مفيش اختلاف كبير ابدا. يعتبر من بره شبه بعض بالظبط، لكن المضمون زي ما انتم شايفين. خلي بالكم برضو ان المحمرة دي اوتليت تقليد، اما البني العسلي دي الاوريجينال يا جماعة. تمام. كمان البرفيوم الاوريجينال بيجي في العلبة بتاعته، بيجي في العلبة بتاعته. الاوتليت بتيجي من غير علبة. بس حتى برضو لو قلدوا العلبة، فانا حبيت اوضح لكم الفرق من جوه عامل ازاي. تمام. المضمون يا جماعة مختلف، فوحان ثبات تركيز مختلف تماما تماما تماما. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اكون شرحت كويس عشان تخلوا بالكم. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.